تعالى اقول لك ازاي نعمل احلى كفته بصوص الطحينه. حاجه كده بسم الله ما شاء الله، واعتبرها بقى من اول وصفات العيد الاضحى. يلا بينا نشوف الوصفه الحلوه دي عملناها ازاي. ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. هنعمل كفته بصوص الطحينه، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، اعتبروها من اول وصفات عيد الاضحى. يعني حاجه هتعجبكم جدا، وصوص حلو كده وكريمي. اول حاجه معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، هبشر عليهم بصلتين حلوين متوسطين. بشرنا البصلتين، وهحط بقى البهارات اللي انت تحبيها. ممكن ملح، كمون، كزبره، بابريكا، ورشه جوز الطيب. نحط شويه من الملح، وعندي بقى شويه كده من البقدونس، حاجه يعني نص ربطه كده، هنقطعها رفيع قوي. هنحط كمان معلقتين صغيرين من البقسماط. وعشان الكفته بتاعتنا تبقى هشه وحلوه كده ومتبقاش مكتومه، هننزل بمعلقه صغيره من البيكنج باودر. هنقلب الخليط بتاعنا بقى كويس قوي، نعجنه كده لحد ما يندمج كويس قوي مع بعض. خلطنا بقى الكفته كويس قوي، وهنكورها بالشكل ده كده، بالشكل ده، صغيره كبيره بقى على حسب الرغبه. وفي طاسه عندنا فيها زيت او سمنه، هنحط فيها الكور بتاعتنا اللي هنكورها. خلصنا كده الكفته، هنحطها على النار تستوي سوا كامل، اكنك بتسوي كفته عاديه خالص. اللي هنسقي بيه اللحمه بعد ما تستوي، هننزل كده تقريبا يعني بنص كوبايه من الطحينه، وعليها كوبايه وسط من الطحينه من الزبادي. وهنعمل عليهم 3 4 فصوص من الثوم. مش 3 4 فصوص، يعني هو الفص مقطوع 2، يعني تقريبا فصين 3 كده. هنحط بقى كل الحاجات اللي بنحطها كأننا بنعمل سلطة زبادي، سلطة طحينة عادية. هنحط بقى كمون وفلفل وملح، وكل حاجة بتحطوها على سلطة الزبادي. وهننزل كمان بليمون وخل. وهنقلبها بقى كويس قوي. الفرق الوحيد ان الفرق اللي بين الصوص بتاع اللحمه وسلطه الزبادي، ان احنا عايزينها تكون يعني يعني خفيفه قوي، مش سلطه زبادي زي اللي بنعملها كده، لا خفيفه قوي. مصممه انها سلطه زبادي، سلطه طحينه. خلاص كده هنخليها بقى زي ايه، نزودها ميه عاديه خالص، تبقى كده بالمنظر ده، اكنها يعني ميه كده، مش سلطه زبادي. نفك بس اي تكتلات فيها، وممكن نضرب كل المكونات دي في الخلاط لو مش عايزين بقى ايه يعني نتعب نفسنا. وبكده جهزنا الصوص بتاع اللحمه بتاعتنا، ويلا بينا نشوف بقى الصينيه الحلوه دي هنقفلها ازاي. الكفته بتاعتنا استوت تماما، ونزلت شويه ميه، والميه دي انا محتاجاها ضروري لان انا عايزاها تستوي من غير ما تتشرب الميه. هناخد بقى شويه الميه الحلوين اللي نزلوا من الكفته دول، هحطهم على سلطه الطحينه اللي احنا عاملينها. بعد ما صفينا الميه عليها بقى، هنحطها ايه تكمل سواها كده تستوي كويس قوي. وهنخلط بقى الصوص بتاعنا مع الميه اللي خدناها من الكفته. خلاص كده الكفته اتاكدنا انها استوت. هننزل بقى بالبطاطسايه محمراها كده، ما فيهاش ولا حاجه، هننزل بيها عليها على الكفته بتاعتنا بالشكل ده، نوزعها بس كويس. كل ده طبعا والنار والعه عادي يعني اهو. ممكن الكفته دي نعملها في صينيه وندخلها الفرن لو مش حابين يعني تحطوها على البوتاجاز بالشكل ده. طبعا احنا الملح بتاعنا مظبطينه، والملح الفلفل كل حاجه. الصوص بتاعنا كمان اهو اللي زودناه من ميه الكفته، مظبطين برده الملح بتاعه والفلفل، وهننزل عليه على الكفته بالشكل ده كده اهو. خلاص كده هيقعد قد ايه؟ ما ياخدش اكتر من غلوه واحده بس. احنا عايزين الصوص يبقى كريمي، ما يكلكعش وما يتقلش معانا، في دوبك غلوه الاطعمه تختلط ببعضها. في المرحله دي ممكن نعمل طشه تومه بالكزبره، بس انا شايفه ان الكفته ما شاء الله منزله زيوت حلوه، فانا مش هعمل طشه، هكتفي برشه من الكزبره الاخضر اهو بالشكل ده كده. وبكده صينيه الكفته بصوص الطحينه جهزت. ممكن تدخلوها تحت الشوايه لو حابين، بس كده حلوه قوي.
اهو جربوها ان شاء الله هتعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك. شكرا ليكم، سلام عليكم.